مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده حددتنا عن بطل اسمه ريك، حب يحقق حلمه بعد 30 سنه ويبقى مغامر قد الدنيا، وريك بتكون رتبته اضعف رتبه في المكان كله. ويلا بينا نبدا الحدوته. وده صديقنا اودلف اللي بيتكلم عن القوات الاساسيه الاربعه اللي لازم تكون موجوده في جسم المغامر، ومنها القوه الجسديه والقوه السحريه، وبيكون عنده قدره كبيره جدا ان هو يشوف القدرات دي زي الباشا اللي قدامكم ده وغيره، وبيشوف قوه راستر عينه بتوجعه قوي وبيزهق منها لدرجة ان عينه بترهق منها جدا. وبيقول اودلف لو الشخص قدراته عالية بتضعف لي عيني قوي وبيبقى خطر عليا. ولما اودلف بقى بيشوف ريك بيجيله زي صرعة يا عيني وما بيبقاش قادر يشوفه وبيقع منهم في الارض. والموجودين كلهم بيستعدوا لان اللي نجح في الاختبار الاولاني هيكون ضد راستر في الاختبار التاني، وبيكون راستر من الفئة الف من اقوى الفئات الموجودة. واما إلسا صديقة ريك بتروح تتكلم مع ريان وبتسألها انت مالك ومرك تعرفيه منين؟ انا كنت صديقته موظفة استقبال زيه كده، ولكنه استقال وحب يكون مغامر، انت بقى تعرفيه منين؟ وريانت بتقول لها انا اصلا من فرقة ريك الخمسة، انت ما تعرفيناش ولا ايه؟ فبترحب بيها إلسا وبتقول لها ايه ده، هو في المجموعة معاكم؟ وريانت بتقول لها طبعا تعالي اعرفك على الباقي. وبتروح فعلا معاها إلسا وبترحب بيهم جدا، ولما بتشوفهم بتستغربهم حبتين لان اجسامهم واشكالهم كل واحد اغرب من التاني. وريك بيكون في اختباره مع راستر، وإلسا بتقول لفريق ريك على فكرة راستر ده رتبة ألف وعلى طول بيغلب المتدربين وبيطحنهم كمان. وطبعا السبب في المعركة دي انتوا عارفينهم، ولاد اخته الحلوين اللي هم بيشجعوا راستر طول الوقت وعايزينه يهزم ريك. وراستر بيرحب بريك وبيقول له ايه ده، انا ما كنتش متوقع ان انت هتعرف تنجي اصلا من الحراسة بتاعتنا، ولكن عادي دول شوية فلاحين تافهين انا معينهم عندي ويا دوبك على قدك، اوعى تفتكر ان انا زيهم، انا مختلف تماما، مفيش حد بيقف هنا قدامي، يعتبر انا ليفل الوحش. وريك بيقول له فعلا باين على خلقتك اصلا. وراستر بيقول له بس انا عندي فضول اعرف ان انت ليه عايز تبقى مغامر. وريك بيقول له انت ليه بتسالني اصلا سؤال زي ده؟ وراستر بيقول له من مكانتي وخبرتي لازم اكون عارف كل كبيره وصغيره علشان لما اقرر اعتزل اعرف هدي مكاني ومنصبي لمين. اما ريك بيقول له رغم الهري ده كله اللي انا ماليش فيه اي نصيب، انا عايز بس ما اخسرش قدام واحد زيك. وراستر بيقول له انت لازم تتعلم كويس قوي تتكلم ازاي مع اللي اكبر منك باحترام يا جميل انت، ولكن هقول ايه لواحد زيك. وبيبص لريك كده وبيقول له انا هبتدي باصغر قوه سحريه عندي علشان الدنيا تبقى خفيفه عليك وبعدها نصعبها شويه شويه. وبيستخدم قوه الجليد، وريك بيكون واقف قدامه ولا بينبهر. اما ريك بيقول لنفسه انا لازم ما اخليش الغضب يسيطر عليا، وبيفتكر كلام ريانت صاحبته ان الدقيقه الاولى من المعركه دي مقدسه جدا علشان يعرف يهدي نفسه ويسيطر على مشاعره ويركز بس على خصمه. وبيقول ريك انا مرعوب فعلا بس واثق في كلام ريانت. وراستر بيقول له بص يا ريك لو ما هاجمتش انا ههاجم بكل ملذ وطاب. وبيبتدي يستخدم سحر كده على الضيق من الدرجه الثالثه، وإلسا بتكون خايفه على ريك جدا، ولكن صاحبه بيقول لهم ضربه تافهه زي دي ما تاثرش على ريك ابدا. وبيقول لإلسا هو انت عارفه ايه هي القوات الاربعه اللي بتاثر على البني ادم؟ وإلسا بتقول له انا عارفه القوه البدنيه وازاي نتحكم في جسدنا، والقوه السحريه والاحتياط بالسحر. فبيقول لها ما انت شاطره اهو عارفه كل الحاجات دي، بس انت مش عارفه ان القوه السحريه بتتكون عند الانسان وهو في سن ال 18 20 سنه. وإلسا بتقول له ايه ده، يعني هو 30 سنه يعني كده ما عندوش طاقه سحريه؟ فبيقول لها فعلا بالظبط طاقته السحريه قليله جدا، فلازم يعتمد على كل الطاقات التانيه علشان يقدر يغلب اللي قدامه. وعلشان يعوض النقص في الطاقه السحريه اتدرب فعلا بشكل مكثف قوي في المجالات التانيه. وراستر بيستخدم المستوى الرابع في القوه وبيعلي الليفل اكتر على ريك، وابتدى يستخدم قاطع الاعاصير. وصاحب ريك بيقول لهم ريك ده قاعد يتدرب سنتين ازاي يتحكم في السحر بما انه هو ما عندوش قوه سحريه عاليه. وريك بيكون ثابت مكانه ولا بيتحرك. وراستر مستغرب قوي ان لو واحد مكان ريك كان اتحول لتراب في ثانيتها. وريانت صاحبته هي اللي بتكون علمته يتحكم بجسده كويس جدا. وصاحب ريك بيقول لهم ريك يعتبر معاه الفئه اس زينا بالظبط لانه هو متدرب زينا كمان واكتر. وراستر بيكون مستغرب ريك جدا وبيقول انا لازم اصعب الموضوع عليه علشان اقضي وخلاص واخلص عليه. وبيدخله فعلا ما بين صخره علشان يقضي عليه، وبيقول يا لهوي انا شكلي استقويت عليه قوي. وبيتصدم راستر من ريك انه بيطلع ما بين الصخره، وطبعا ولاد اخت راستر بيكونوا مبسوطين باللي عمله. وبيطلع ريك ما بين الصخره وبيفاجئهم كلهم، وبيدخل راستر وبيقول هي دي الضربه القاضيه على ريك، ولكن ريك بيصدها بكل سهوله. وراستر بيقول ايه ده، ده شكل اللي كانت تقصده ريان، ان ريك اتعلم مواهب كتيره بس مش كلها، بس اللي اتعلمه احسن من اي حد.
وان ريك عنده احتياطات لو يقدر يمشي على الميه يمشي علشان بس يصد اي قوه سحريه من الخصم اللي قدامه. اما السحر فهو ضعيف فيه جدا. وراستر لما عرف قوه ضعف ريك قال يستخدم اقصى قوه سحريه عنده ويستخدم كل سحر الطبيعه ضده. وريك شايف ان راستر عنده فعلا قوه سحريه كبيره بس ما بيعرفش يستخدمها صح، وللاسف ريك بيقدر عليها والكل بيصدم منه. وميزو بيوضح لهم ان ريك ما استخدمش حتى جزء من 100,000 من الطاقه اللي استخدمها راستر، ولكن قدر يتغلب عليه في انه قادر يصد ده. ولكن ريك بس بيعرف يتحكم في السحر وعنده احتياطات لكل ده. وبدأ يستخدم ريك تقنيه الجسد الحديدي وبيكون في شكل مش طبيعي. وراستر بيقول له انت فعلا اكبر من قوتك وده مش بقابله كتير، وانا اصلا تعبت منكم المتدربين دول شغلهم صعب قوي، بس انت يا ريك الحظ على طول ملازمك. وريك بيقول له انت مش عايز تعترف بيا اصلا؟ ما تقلقش ده مش هيقلل من وضعك ولا مكانتك، واللي بعمله ده مش مجرد سحر، ده انا بتحكم في جسدي كويس جدا ومستوى تحكمي في السحر اعلى من سحرك اصلا. وراستر فعلا بيقول له انت ازاي عندك سحر قليل جدا كده، وازاي واحد في سنك بيتعلم كل ده في سنتين؟ وريك بيستغرب ان بيساله وبيقول له ايه اللي خلاك كده؟ فريك بيقول له بص يا سيدي، انا دخلت في بيت النين ومحدش رضي يطلعني ولا رضي يسمع اني اخرج الا لما اغلبه، لدرجه اني كنت هموت وعديت بمتفجرات كتيره قوي وسائل ازرق للوحش ما كنتش عارف اخرج منه. وإلسا بتسمع الكلام وبتستغرب وبتقول هو مش المفروض كده يكون مات؟ ومعلم ريك الضخم بيقول لها فعلا مات ورجع للحياه بعد تطبيقي، بعد ما جسمه اتكسر كله قعدنا بناؤه من جديد. انتي مش شايفاه عامل ازاي؟ حتى ميزو بيفتكر لما رمى ريك من فوق وطلع علشان معلمه يشفيه بعد ده كله، وبيفتكر كمان تدريبه مع ريان. اما راستر بيقول له بطل بقى هري على الفاضي يا باشا، حتى لو التدريبات دي صعبه ايه اللي يخليك تدخلها اصلا؟ وريك بيقول لراستر انا عندي حلم وعايز احققه، ان انا هزم اقوى وحش في العالم كله اللي هو كايزو. وولاد اخت راستر بيقعدوا يضحكوا على ريك وكلامه. وراستر بيقول له فعلا كلامك صح، بس ده وحش بيكون في الاساطير، انت كده بتحلم يا ريك، مش كلام في الطبيعي يعني. وراستر بيستخدم حبال الغابه وبيربط ايد ورجل ريك. وريك بيقول له ما انت شاطر اهو بتعرف تستخدم السحر، وبيستخدم اقوى سحر ممكن الانسان يستخدمه، وبيقول التعويذه بتاعته. وريك بيقول يا نهار اسود على السحر، سحر الالف قدره، وبيطلع زي وحش عملاق قدام ريك، سحر في المستوى الثامن. وريك بيكون مربوط وبيقول له انت فرحان بحبه السحر اللي انت عملتهم؟ ده انا هقضي عليهم في ضربه واحده، لان السحر اللي انت استخدمته ده استخدمته 100 مليون مره قبل كده خلال السنتين اللي فاتوا، فبقى اضعف كتير، فانا هقدر اهزمك واقضي عليه. وراستر بيقول له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عشان انت بس هتموت فبتقول كده. وكل واحد فيهم بيدخل بقوته وبيدخلوا يهجموا على بعض. وفجاه راستر بيلاقي قوته فعلا عماله تتلاشى وبيطير وجسمه بيقع بيتكسر، وبيبتدي ريك يستهزأ بيه. اما اريانت بتكون مبسوطه من ريك جدا، حتى زعيمهم وإلسا كمان، لانهم هم السبب في نجاحه وقوته. ولما بيطلع راستر ريك بيقول له انت اكيد بتسأل نفسك ازاي واحد عظمه زيك يخسر قدام واحد مبتدئ زيي. هقول لك يا سيدي، انا حددت كام تقنيه بس مش اكتر، وكثفت فيهم مهارتي كويس جدا، ومن الافضل وخدها نصيحه من واحد زيي اعتبره عنده 40 سنه يعني مش قد اللي انتوا بتعملوه ده، اختار تقنيه واحده بس احسن ما يكون عندك 100 تقنيه وما بتعرفش تتقن واحده فيهم بس. وراستر طبعا بيتغاظ وبيقول له بص، حتى لو ترقيت للمستوى اللي جاي انا اللي هكون قدامك وههزمك ومش هسيبك يا ريك. وبيتجمع المختبرين في القاعه علشان يسمعوا نتيجه اختبارهم وبيعلنوا الناجحين في الاختبار. اما ريك بيكون منتظر النتيجه زي اي واحد فيهم. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقه النهارده، اشوفكم على خير في حلقه المره اللي جايه وهي فيها نتيجه ريك.